تشكيلة النهائي المنتظر والمرتقب. المنتخب المغربي يلعب بالأربعة 2-3-1 لحراسة المرمى بلعروش، رقم 11 زكريا الوحيدي، رقم 18 عمراوي، 15 المهدي بوكامير، رقم 5 الوافي، في وسط الميدان 17 أسامة العزوزي، رقم 24 ريتشاردسون، 8 اسماعيل السيباري وهو في بي اس في ايندوفن في الإيريديفيزي في ايندوفن، يعتبر من أبرز نجوم المنتخب المغربي في هذه البطولة، لأنه النجم الأول هو الكابتن عبد الصمد الزلزولي، لاعب اف سي برشلونة، كان في إعارة في موسم الليغا مع اوساسونا. بالنسبة للثمانية السيباري، 16 الزلزولي و23 لبلال الخنوس. راس الحربة هو يانيس رضا بكراوي، يلعب في اف سي تولوز. تشكيلة المنتخب المصري بقيادة ماريو روجيريو ريس ميكالي، هذا السيد يا السادة بطل أولمبي في 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو مع لا سيليساو، وقاد نيمار وماركينيوس للتاج الأولمبي، اللقب الوحيد الذي كان ينقص خانة وخزائن وسجلات بلائحة شرف الكرة العملاقة الكرة البرازيلية. عمل في الاندر 23 ذهبية أولمبياد ريو، قبلها بعام وصل الفريق الشبابي أقل من 20 سنة إلى نهائي مونديال. إذن هو مدرب مختص في الفئات السنية، والاتحاد المصري لكرة القدم ضربة معلم جاب وتعاقد مع روجيريو ميكالي. المنتخب المصري بال4-3-3 لحراسة المرمى عرين الأهلي، ممثل في حمزة علاء، رقم 4 أحمد عيد، 22 حاتم محمد المعروف بحاتم السكر، 15 الزملكاوي محمد طارق محمود، 5 الشهير في الفريق الأبيض حسام عبد المجيد، 17 لاعب الجيش محمد شحاتة، في اليسار محمود صابر، أحمد كوكا، 12 وهو ارتكاز الأهلي لمنتخب الفراعنة. الهجوم أسامة فيصل وثنائي بيراميدز أحمد عاطف الشهير بيوتا وابراهيم عادل قائد الفريق. ومن افضل نجوم المنتخب المصري اداء في هذه البطوله واكثره تاثير في الحلول الهجوميه لمنتخب الفراعنه. حكم المباراة ينهى مع ورقة اللقاء في البدايات هو 2-2، 3 انتصارات وتعادل. هجوميا الأسود هم الأقوى، سجلوا في مبارياتهم الأربعة بمجموع 10 أهداف بمعدل 2.5 هدف الماتش. انطلاقة مصرية، سرعة مرتدة للفريق المصراوي خطيرة جدا، والحارس يتألق بلعروش على طريقة الزاكي، على طريقة علال، على طريقة هزاز، على طريقة بونو. التصدي الأول كان مغربي والتألق الأول كان مصراوي. مصر توالي هذه أرقام وهكذا تكتب التواريخ. هل يكون اللقب القاري الخامس للأسود أم تتوج مصر كورتها بالنجمة 15 على صعيد أفريقيا؟ نرجع المباراة، يمشي اللقاء في ولد دقيقة 8 في الشوط الأول، النتيجة أصفار والهدف الأول قريب، والكرة إلى ركنية مغربية، ركنية للأسود عن طريق 13 لاعب نادي تولوز في فرنسا يانيس رضا بكراوي. وجهة وحيدة في التاريخ محمد صلاح الكينج مو. تلعب الكرة مغربية، يتقدم الهجوم للأسود، الكونتر اتاك المصراوي خطيرة جدا في الإمكانيات. مصر تلعب بذكاء وخبرة السنين، يتقدم الهجوم عن طريق الأخضر العشرة، يلعب الكرة إبراهيم عادل الكابيتان والتسديدة جول. عالمي يا مصري، عالمي حتى له من طنجة، مش ممكن جول عالمي للمنتخب المصري.
1-0. هو شحاتة، هو محمد شحاتة. هل هو الشحاتة 17 ومحمود صابر السبعة؟ عودي الصورة، اعطيني الكورة، هات الفرجة، كورة في دورة ودورة في لفة، وروجيريو راسه تلف من اجل لقب في المام افريكا بعد لقب في الاولمبيك جيمز. 1-0. كورة لا تصد ولا ترد يا بالعروش، صعيبة على حارس ستراسبور. هذه الكورة، هذه الصدة، ملا كورة ملا شوطة ملا هدف. هدف جميل من كورة ملعوبة، من كورة راجعة من الدفاع، اختفى كما جات الكورة في شباك الحارس بالعروش. 1-0 مصر. محمود حسن صابر. إلى هذا الحاضر في مستقبل مصري ببطولة جديدة. 1-0 أم يردها المغاربة بعد حين؟ ترجع الكرة الفريق المغربي، يمشي بالكرة الزلزولي والبرسا، والصابر يقول له أنا موجود، أنا محمود. الانطلاقة من محمود. المنتخب المصري 10 دقائق رائعة جدا، ذكية برشا. وحكاوا الأولاد في الاستوديو وأنا نشاط لهم الراي أنه خبرة روجيريو يتفوق فيها على عصام الشرعي. مع ضغط الجمهور، مع ضغط النهائي، مصر بدات مليح والمنتخب المغربي ما دخلش في الفينال. جات فرصة أنقذها بالعروش. الكرة الثانية كانت عالمية من اللاعب محمود صابر في الشباك المغربية. 1 مصر 0 الأسود. المنتخب المصري والمنتخب المغربي في ثاني فينال في تاريخ الكان. هناك فار، هناك عودة للفار، هناك بيتر كاماكو يرجع للفار، وفي الأخير اخذ قراره الكيني رويدا إلى منطقة 18 كأنه سيأتي بضربة جزاء ويشوتها. كاماكو خرج الورقة الحمراء، خرج الورقة الحمراء. بيتر كاماكو الكيني في الدقيقة 16. محمود صابر صاحب هدف التقدم المصري. المنتخب المصري بدا برشا حماس بأداء جماعي أفضل من شقيقه المغربي. يرى من القاهرة حاليا إلى الرباط يا عبد الصمد. ورا من الزلزولي، هل يزلزلها عبد الصمد أم يواصل التألق حمزة علاء حارس النادي الأهلي؟ كرة خطيرة. الزلزولي يمشي عبد الصمد والدفاع، والكرة ترجع للمنتخب المصري. المنتخب المصري والمرتدات الآن سينظم أكثر فريق روجيريو على خطة وانضباط دفاعي وغلق المساحات، ومن ثم الكونتراتاك والمرتدات. هي عادات الديربي، هي عادات الكلاسيكو في كل مكان، هي أجواء الشمال الأفريقي، هي مباريات الأشقاء. هنا كرة يطالب الزلزولي بضربة جزاء. أعتقد أنه رقم 10 إبراهيم عادل يديه مع بدنه مبدئيا ماشية وما فما شيء. سنرى قرار الكرة السودانية. ترجع كرة مغربية. البداية مباراة كاملة لل90 باش تكون بهذه الطريقة. مصر تدافع وتلعب على المرتدات. ترجع الكرة خطيرة جدا بعد خطأ في الدفاع، صعبة جدا، وجول. هدف التعادل. الفريق المغربي يلقى الحل من خطأ في الدفاع المغربي. المصري يسجل الجول يا دوريانيس. رضا بكراوي جول. التعادل. الأسود يعوضون، الأسود يتعادلون. وأول هدف يقبل الحارس حمزة علاء في هذه البطولة بعد تقريب أكثر من 430 دقيقة. أول كرة تدخل مرمى المنتخب المصري. هدف من الفريق الأقوى هجوميا في البطولة. الهدف 11 من الهجوم المغربي. هدف على طريقة مري كريمو، هدف على طريقة كاماتشو عبد الجليل حدا، هدف على طريقة المغاربة ورؤوس الحرب. يقول لي أن المنتخب المصري تكتيكيا روجيريو نجح برشا في الشوط الأول.
ترجع الكرة للمنتخب المصري، الكونتر اتاك، يلعب كرة خطيرة برشا، وينو راس الحربة الآن الكرة على الجناح، جابها ما جابهاش، وصل لها، يعمل الكروس خطيرة جدا، والأولى وترجع الثانية، ويمشي التسديدة عادل، والدفاع والركنية مصراوية. هم المصريين، كرة خطيرة من الكابتن. أنت جميل يا عادل، أنت جميل يا إبراهيم. شوف الكرة خطيرة، ويتصدى الدفاع مع الحارس بالعروش في سهرة صيفية هنا في جمال الرباط. الأسود هدف، والفراعنة كانوا من بادروا بالتهديف. هذا خطير، هذا حسام، هذا الزملكاوي عبد المجيد، اطلع فوق الجدار بذكريات منعم، ممكن خطيرة، والحارس موجود بتألق بدو. ترجع الكرة للزاكي الكرة ترجع للمنتخب المغربي، الكونتر اتاك، اخر الثواني، 5 6 4، العد التنازلي، الوقت رسميا وفاء. كاماكوش يعمل، كاماكوكو كمل، صلاحيات التوقيت عند الحكم والرفري. يتقدم الهجوم، يمشي بالكرة عمراوي خطيرة، وفرصة، والهدف الثاني يضيع. يا كرة يا سيباري، يا سيباري، زلزولي سيباري، الثنائي الاخطر في المنتخب المغربي، يصنع اول فرصة في الدقيقة 49 في المباراة. مباراة ملعوبة، مباراة قوية، مباراة اهداف، والفينال ما زال فيه الرهان. من سيحقق الغالية؟ الشرع يتحسر على تقدم، وروجيرو يقول انا راضي مباراة النهائي مفتوحة لكل الاحتمالات. صحيح ممكن البعض يشوف أن المنتخب المغربي في أرضه وأمام جمهوره وبتفوق عددي عنده أسبقية، ولكن باعتقادي طبيعة المباريات النهائية عندها طبيعة خاصة، والمنتخب المصري حظوظه في المباراة متوفرة وموجودة، والدليل أنه كان أخطر في تفاصيل الشوط الأول من شقيقه المغربي. انطلاقة الشوط الثاني، هدف البكراوي يانيس كان عادل الأرقام على هدف محمود صابر. يدخل محمود الرويدي، رقم صنعة، برشا خبرة، برشا تعود بهكذا مواعيد، وان اختلفت الأجيال والفئات السنية. الكرة للفراعنة من جديد، مراوغة ممتازة خطيرة جدا، يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج أحد الرفقاء. يا عادل، إبراهيم عادل كان عنده اوبشن، فما لاعب على يمينه. هو اللي جاي من المغرب. كان العبور لنصف النهائي سهل، ولكن عشاق الأسود خافوا برشا في ماتش مالي، واليوم تقلقوا برشا، وبقطع النظر على التتويج فما أداء. المنتخب المغربي بعيد كل البعد على إمكانياته الحقيقية، كانها كبرت عليه المباراة، كانوا خايف من الإخفاق في الفينال خاصة أمام جمهورك. طبعا فماش ماتش، ما فيش خطأ من مدرب، من حكم، من لاعب. ترجع الكرة، مو يحاول يشوط كرة، وتمشي ضربة مرمى المنتخب المصري. هل يخليه المنتخب المصري أنه يفعل هذا السيناريو باش يربحوا به؟ لا أدري، سنتابع الكرة، كرة ممتازة، والتسديدة ممتازة، والهدف الثاني كان قريب. التسديدة من الصابيري في الشوط الثاني أفضل بكثير، أو السيباري، يحصل على الصابير. في سبورتينغ في البرتغال، أيام زمان، أيام وذكريات، أيام درب 30-40 سنة، مجرد إشارة في قراءة لكتاب التاريخ. ترجع الكرة عن طريق العمراوي، ترجع كرة مغربية، يمشي بكرة خطيرة جدا، والثاني، والبطولة يا مغربي. مش ممكن الفرصة الأخطر. كرة القدم غدارة، المهارة الفردية تصنع الفوارق. شوف المغرب من كرة كاد يسجل بطولة وانتصار، خطأ في عمق الدفاع. أول هرجة الكرة من حسام عبد المجيد، كرة جديدة للمنتخب المصري. الآن اللي سجل
بطل افريقيا يتقدم ابراهيم فيصل خطيره التسديده يلا الله على كوره الله على الثاني المصراوي بابا ملشوطه كانت قريبه بذكريات اهداف مجدي عبد الغني في النهايات القاريه مع الاهلي في ذكريات اهداف عبد الغني في كانو ياوندي وذكرياته في اهداف ليفنتس يونايتد النيجيري ملشوط فيصل يناقش ويحتج الحكم يقول ما فما شيء 5 دقائق كان شفت مليح يمشي المغرب والاسود عن طريق الزلزولي يعدي يرجع عيد يمشي الزلزولي شوف دائما واحد معاه عيد مباشر والثاني في التغطيه ينجح في التوزيع والهدف الثاني مش ممكن يا حمزه مش ممكن يا حمزه علاء حمزه قلب الاسد ينقذ المنتخب المصري من القاضيه يا التسعه يا الوسانيه مش ممكن كرة الكاو جات لمصر وكرة القاضية اتلعبت للمغرب ملا ضربة ملا شوطة وتمركز الحارس حمزة علاء يعني اللكنة المصرية في اسمه ابراهيم صلاح ترجع الكرة عمراوي اخر كرة شبين رقدت في اخر لحظة خطيرة لم تنتهي بعد وانتهت حاليا الان الفصل الاول لم يحسمها الحل الثاني الوقت الاضافي والاكسترا تايم هنا في استاد الرباط والمغرب رسميا تقدم ملف تنظيم مونديال 2030 هكذا عرف تعودنا على قوله اعلام وجماهير ولكن هي صنعة هي حارس هي صد وملاعبية تعرف تشوت نصف ساعة على الفصل الثالث خلينا في الفصل الثاني من مسرحية بطولتها من المغرب ومصر هنا على مسرح الرباط في استاد مولاي عبد الله دينا الوقت الإضافي المغرب مرتبطة بالزلزولي إذا فما عبد الصمد فما حاجة المنتخب المصري إذا ما جاش الثاني سيحقق المصري الآن 5 دقائق لنهاية الإضافي الأول ترجع كرة زلزولي عبد الصمد يواصل التحدي مع عيد يعمل مراوغة والدفاع والشوطة والثاني والكرة قريبة وعجيبة ومريبة ومثيرة وغريبة فرصة يا الأخطر أين من كل هذا يا المغاربة طيلة المباراة مدرب كان خايف برشا مش ما نقولش كلمة أخرى فيها كورنير فيها ركنية حكم لا يقول ضربة مرمى احتجاج مغربي عاودوا نشوفوا الصورة واللقطة واثنين وعيد يواصل الابداع ترجع كرة مغربية برشا لعب فردي الان المنتخب المغربي وشوطة جديدة انا مش نعطيك على روعة الاداء المغربي في الاكسترا تايم الاولاني 90 دقيقة شاطوا مرتين وصلوا مرتين في الربع ساعة وكامير حط الكرة وسط الميدان أسامة زلزولي أعطي الكرة الزلزولي وعبد الصمد يتصرف عبد الصمد والكرة ضربة مرمى خرجت من البداية على الزلزولي هذه هي أعطي الكرة لعبد الصمد والزلزولي يتصرف الآن اللاعب يخرج من العظم يخرج من الروح من الجرينتا والحكم يقول خطأ للأسود فاول المنتخب المغربي في مكان مناسب جدا الوقت الإضافي كرة الكأس بعدها تبقى 4 ساعة اكسترا تايم بماذا سندخل الشوط الإضافي 1-1 ولا 2-1 جول مغربي بالهدف الثاني الكل انتظر الزلزولي ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي وخطأ قاتل من حمزة علاء خطأ قاتل من الحارس هذه هي كرة القدم المنتخب المغربي في الوقت الإضافي سيطر تفوق خلق فرص جاب كرة مخالفة
في الوقت الضايع من الإضافي يشوط المغرب ويفوت ويحط الهدف الثاني من أجل الصعود البوديوم الذهبي. خطأ قاتل من حمزة اللي عمل دورة كبيرة، ولكن يصير في كرة القدم قوية قريبة. تمركز الدفاع كان متأخر والكرة تحت دين الحارس، كانت كرة زلزولي مباغتة بهذه الطريقة. حتى اللي بدي قال باش نشوط، يعني كانت إشارة للرفقاء أنه باش يعطي كرة خلفية روتري، والقادمون يسجلون. أسامة ترغلين يحط الكرة والثاني في مرمى حمزة علاء. 2 المغرب 1 مصر. تونس 2004. وهكذا هي الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يدخل مصطفى السيد، ترجع الكرة للمنتخب المصري. يدخل مصطفى السيد يلعب الكل في الكل الفريق المصري. ما سهل لأنه بدنيا استنزف المنتخب المصري، ولكن الكرة غدارة. وشفنا سيناريو مباراة مالي تقدم أكثر روح الآن الفريق المصري في الدفاع. صعبة زلزولي والحارس يتصدى الحارس حمزة علاء. مباراة سير يا المغربي، سير يا الأطلسي، سير. ترجع كرة فماش خطأ، كل حكم ترجع بالكونتر اتاك. بالطبيعة فما مساحات، فما خطورة، فما انطلاقات، وفما ثالث الأهداف. لا ساندويتش 2 نحاولوا كرة، فماش خطأ عادي، كونتاكت عادي. والكيني قراره سليم. أحسن لاعب في الفينال اللاعب عيد. يمشي المنتخب المصري، خطيرة الكرة في منطقة الجزاء، يلف يدور يشوط، وكرة التعادل ضاعت على الأسود على المنتخب المصري. ده في الخزانة، وتؤكد العمل الاتحادية المغربية الجامعة الملكية. ولكن إن سألتهم سيجيبونك. الشعب يريد بطولة افريقيا، قبل ذلك ركنية لا، ضربة جزاء لا، فاول لا، هدف لا، فار لحد الآن لا، ويطالبون بالفار. هل فما عملية دفع؟ قالوا فما فار. كاماكو فما فار، فما موريتاني وفما كيرات وفما حكم ثالث في الغرفة من غرب افريقيا. شوفوا اللقطة. 2-1 رابع نهائي ورابع بطولة نفس النتيجة. 2-1. اللقب الأول جابوني، واللقب الثاني نيجيري، والتاج الثالث مصري، والكأس الرابعة مغربية. مبروك للأسود، هارد لك للمنتخب المصري. في 108 أسامة ترغلين حد كرة البطولة. تقدمت مصر بمحمود حسن صابر، ورجعت المغرب عن طريق يانيس بكراوي، ثم الثاني عن طريق اللاعب وأسامة. إذا مبروك للأسود، هارد لك. تاج أمام الأنصار وعصام الشرعي، اسم آخر من أولاد البلد يحققون المجد وينتصرون ببطولة. موتسيبي رئيس الجنوب الافريقي للكاف، القائد الزلزولي، سيرفع كاس افريقيا من شهرين للناشئين، ضاعت في الدقائق الاخيره للتيرانجا. اليوم المغرب تستعيد الزعامه من خلال الاولمبي في موسم استثنائي للكره المغربيه وايضا للكره السنغاليه التي فازت بالشواطئ والشان والكان. الى كان جديد، الى مونديال افريقيا اسمر اخر، الى التقاء الاصدقاء والاشقاء، الى مباريات الشمال الافريقي في افريقيا. هذه بذكريات شيل
إذا معك يا نسير. شيل 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 يا زلزولي، شيل يا زلزولي، شيل. كاس افريقيا مغربية، كاس افريقيا اطلسية، كاس افريقيا عربية. هنا في الرباط تبدأ الافراح وتبدأ وتتواصل الليالي الملاح. الأسود فعلوها. مبروك المغرب، مبروك مصر، مبروك مالي. والبطولات القادمة في قنوات البي سبورتس تنطلق بعد لحظات في مشاوير